امسكها هيك واستخدمها، لا لازم امسكها من الغطاية، لانه مع الخبط بتصير عندي ممكن تفتح. فانا طبعا بهاي الطريقة بهزها. لا صار اسمعوا كيف كأنها كرة صارت. بدها مي بنحط لها مي. طبعا المي بيعتمد حسب نوعيه الطحين، في طحين بياخذ مي وطحين ما بياخذ مي. طبعا هي هون بعتبرها انها عجنت لي فقط 70%. طبعا هي انا ما حساها محتاجه مي، فهلا حضيف عليها شويه مي لانها حساها شوي قليله ميتها. او عندي في السيليكون سباتشولا اللي احنا بندلعها عندنا هون، حافظة النعمه، بنقول عليها حافظه النعمه. حافظة النعمة صبايا من مادة السيليكون. طبعا السيليكون اللي من تبروير مش زي السيليكون اللي بالسوق، مادة صحية 100% بتتحمل الحرارة. شفتوا الشيف وهي عم بتحرك فيها والاكل سخن. لاحظوا انه لما عملتها هيك طلع كيف ما اشي بيلزق عندي بالعجانة نفسها. نظفت الغطاء ونظفت اطراف العجانة. وهلا بدها تكمل العجنة اللي هي 30% قلنا على ايدنا او على هاي المعلقة. بتكمل فيها، حط الزيت اذا بدك تكملي. طبعا احنا الستات اللي بيعجنوا هم ما بيستعملوا العجانه هاي، بيحسوا انه العجانه او الجاط اللي احنا بنعجن فيه دائما الا يضل مسك معنا، حتى لو ما تخمرها او شيء زي هيك بدك تيجي تجليه لازم تتغلبي تنقعيه عشان تجليه. مع عجان التبروير طبعا هذا الشيء مش موجود، جليها كثير سهل وما بيلزق العجين فيها. حسبتها زيت عشان المعلقة. طيب علبة الزيت إذا ملاحظين استخدمتها هون. الزيت برضو خلينا نحكي عنها. المادة اللي مصنعة منها طبعا الزيوت بالذات الزيتون، زيت الزيتون حامي، ما بنحط ببلاستيك. طبعا احنا لسه ما حكينا عن منتجنا، انه هون عندنا المادة تبروير بتتحمل هذا الزيت، بتتحمل الأحماض اللي بداخله، ما بتتأثر فيه نهائي. وأي مادة بتحطيه بأزاز أو بإشي ويتعرض لضوء، الضوء الضار طبعا بضر الزيت، بغير طعمه وبغير لونه، بفتح لونه. فاحنا هون طبعا ما بيخترقوا الا الضوء النافع، الضوء نافع وضار. الضار اللي بخرب لنا الزيت ما بيخترق هاي المنتج، والضار النافع اللي هو انا اني اشوف اللي ايش بداخله، هذا هو الضوء النافع. اني انا شفت قديش الكميه اللي ضايل بالزيت، خلصت بدي اعبيها، هذا هو الضوء النافع. ميزه علبه الزيت انه انا بتنظف لي خزانتي كمان، ببطل الاقي بالخزاين زيوت عمالها بتنزل زي دائما، انه دائما بنحط صحن والزيوت بتشر وبتضل خزانتك وسخه. ميزتها الها حنفيه من هون عشان نصب بهالشكل، بدي اصب مضطره على العجينه انه هيك. واذا نقطت ما بتشر عندك هون، بتنقط بهاي الدائره اللي موجوده هون ومخزوقه من ورا، فكل نقطه زيت بتنزل بهاي الدائره بترجع لجوا. فهون انا لا بخسر زيت ولا بوسخ خزانتي. ومحكمة الإغلاق لو وقعت من إيدي وهي مسكرة صبايا هي العجينة. شو رأيكم بالعجينة قبل ما تخمر؟ طبعا العجينة الحلو إنه بهاي الطريقة. لاحظوا إنك أنت قديش بتقعدوا وأنت بتعجني، يمكن كل واحدة فينا كانت تاخذ ساعة إلا ربع وهي بتردد في العجينة. والله انا عم بصور فيديو من كتر ما فعلا من كتر ما بيشتغلوا على العجينه. هلا احنا بما انه احنا خلصنا فهلا بنرجع بنسكر العجانه وبنفرغ الهواء وبنتركها على جنب. لا بنسخن الفرن وبنحطها. في كانوا يحطوها ناس بالمايكروويف. هذا كل الحكي مو محتاجه انك انت تستخدميه نهائيا، فقط تتركيها في جو الغرفه. مفروض من 10 إلى ربع ساعة تقريبا أقصاها. إذا كان البيت بارد بياخذ معك ثلث ساعة بتكون عندك العجينة خمرت. خلي هاي قدامكم حنفرجيكم. أول شيء حتعرف إن العجينة خمرت عندك، الغطاية حتنتفخ. إذا صار إذا بقولوا كيف خلص بتقول لك أنا بكفي أو ما استخدميه طولتي عليه، حتلاقي إن الغطاية لحالها فتحت.